السلام عليكم بناتي، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم بفيديونا اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا بديت لكم الفيديو اليوم من العرس الزفة. طبعا هنا سويت غدا على السريع. كانت الزفة الحنة قليل صورت بيها، ما لحقت اصور اصلا بالحنة يعني لان كنا ما متحضرة كلش، ودا احضر بغراض الاطفال واسبحهم فما لحقت. هنا هذا قاط اخضر تنورة وسترة وقميص، وهنا شحاطة وجنطة وياهن وسوار ذهبي. وهنا كانت الزفة، رحنا جبنا البنية ورجعنا للبيت. هاي كانت العصر الزفة، فصورت لكم أجواء حلوة كلها. وطبعا وخرت بيها بعض الموسيقى لأن تدرون بها عليها حقوق ووخرتها. فهنا صورت لكم الزفة. طبعا هو صار طريق طويل بس ما صورت لكم الطريق كله، فصورت لكم مقاطع من عندها صغيرة وإن شاء الله تنال إعجابكم. طبعا هاي بالحنة سوينهن من رحنا حنينا البنية، كانت مسوين فعاليات حلوة البنات بيناتهن، فكان مسويات هيك فعالية كلش حلوة، وحتى الكوشة مالتها البنية كلش حلوة. هنا هاي كانت بالليل بالحديقة. هما يعني احنا كنا هم بيت عمنا، كنا احنا بالريف، فحديقتهم كبيرة سووا الحفلة بالحديقة، فصارت كلش حلوة أجواء. وهنا كانت العشاء. هنا كانت العشاء. طبعا هماتين مسوين لحم غنم وصلصة وثريد وتمن ولحم، فكان العشاء كلش طيب وسامكم العافية. هنا هاي بداية مكياجي. طبعا مكياجتي هنا قبل لا اروح للزفة خليت مكياج. طبعا طلع كلش حلو مكياجي، مثل ما الصالونات او يعني مثل ما كيرات طلعته كلش حلو صار المكياج. طبعا هاي حطيت لكم مقتطفات من الفيديوهات كلها اللي صورتها اني. كانت الزفة هماتينا كلش حلوة. وهنا لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك حلو من عندكم. وطبعا هاي هنا طريقة الشوربة اللي أنا أسويها. طبعا سويت شوربة مال عدس بيها جزر، خليت جزر وعدس وسلقته وثوم. طبعا بعد ما انهرست مثل ما تشوفون هرس. وهنا هسه راح اخلي عليها اندومي وخلي عليها دهن حار، خاشوقة واحدة لين ما خليت دهن، فيصير طعمها كلش طيب. خليتها هنا دهن حار، وهسه راح اخلي عليها الاندومي وبهارات الاندومي مثل ما تشوفون ليموع الدهن حار. طبعا ينطيها طعم كلش طيب. وهنا راح اخلي الدهن كله يموع كله زين. يلا اخلي الاندومي. وهنا هيا هيجي ماعت الدهن، يعني قصدي مال الدهن الحار ماعت. وهسه راح اخلي الاندومي وبهاراته. طبعا اخلي شوية فلفل حار، ما اخليه كله، واخلي البهارات مال الاندومي ونص خاشوقة ملح. هسه من مع كله هيجي صارت. هسه راح اخليه الاندومي. هذا الاندومي بالخضار راح اخليه، طبعا ينطي نكهة كلش طيبة. وهسه راح اخلي هنا بهارات الاندومي. هنا خليت البهارات وخليت وياه الفلفل شوية من عنده، يعني مو كله.
وهنا كركم مطحونة راح اخليه. فلفل اسود شوية، وهنا راح اصببها بالمي وخلي عليها نص خاشوقة ملح واقطقها. هاي هي خلصنا. طبعا هاي كنت اسويها برمضان كلها هيجي الشوربة، تصير ما ينشبع من عندها. وهاي بعد ما فارت وصارت بهالشكل، هسه راح اصبها. وسهمكم العافية حبايبي. قبل لا اصب راح اخلي كم كوباية يحبونها، كبة برغل اخليها ويا الشوربة، كلش يحبونها اطفالي، فاخلي لهم اياه ويا الشوربة. وهماتينه مفيدة وبكلها بروتينات العدس. هنا صبيت عشاء لهم. وهنا سهمكم العافية حبايبي، مع السلامة.